حكايات 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 جاية لنا في أحلى الأوقات مع خالته أسماء السكرات وأصحابنا في كل البلدان هنطير سوا مع بعضنا. أصحابي الحلوين حبايب قلب خالته أسماء اللي أنا بكون دايما مبسوطة وأنا بحكي لهم قصص وحكايات. تعالوا معايا النهاردة هاخدكم في رحلة بعيدة خالص، بعيدة بعيدة جدا، لحد غابة بعيدة عن بابا وماما. الغابة دي مليانة شجر عالي قوي. بصوا معايا لفوق كده، تخيلوا معايا وركزوا. سامعين صوت العصافير؟ في عصفور جميل قوي اسمه كوكو، كان ريشه ازرق وجميل زي السما، مبهج وتحفة. كوكو لقى صديقه العصفور تيتي جناحه وجعه ومش قادر يطير يجيب اكل لولاده. قعد يفكر ويفكر، يا ترى انا هسيب صاحبي كده ومش هخلي ولاده الصغيرين ياكلوا كمان؟ انا لازم اتصرف. وفعلا كوكو من غير تفكير طويل قرر انه يشيل تيتي على ظهره وطار بيه لحد العش، وفضل يجيب لهم اكل كل يوم لحد ما صاحبه تيتي خف وبقى زي الفل. الغابة كلها كانت فرحانة بموقف كوكو جدا، وكانت بتغنيله كل يوم لأنه بالنسبة لهم كوكو الشهر. يا ترى كانوا بيغنوا يقولوا ايه بقى؟ اسمعوا معايا كده. كوكو يا جميل يا بطل يا صغنن، كوكو يا جميل يا بطل يا صغنن، برافو عليكي يا حكيم يا مقطقط. كوكو كان سعيد جدا جدا وفرحان انه قدر يساعد صاحبه من غير هو ما يطلب مساعدة. يا صحابي يا حلوين، مساعدة الناس هي اللي بتخلينا أبطال حقيقيين. جبر الخواطر يا ولاد هو أحلى حاجة ممكن نعملها في يومنا. تصبحوا على جمال وجبر خاطر وأخبار حلوة تفرح قلوبكم وتفرح أهاليكم كمان. كانت معكم خالته أسماء. باي باي. كنا معاكم في رحلة جميلة، نورتونا بضحكة بريئة، هستناكم يوم ورا يوم. لو نسيتوني هنسى برقتي وهبقى غريقة، بحب وجودي وياكم يا حبايب قلب سماسير.